السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا لسه عامل فيديو منذ ثواني عن الزلزال اللي في تركيا، وإن في تحذيرات من عدة دول أوروبية منها إيطاليا أول دولة تحذر إن احتمال موجات تسونامي، يعني البحر هيعلى بسبب الزلزال. ده تحذير لكل الدول اللي ليها المتواجدة على البحر الأبيض وغيره من البحار. ف ف يعني انا لسه هو شايف فيديو تاني ده غير الفيديو اللي قلت عليه في اليوتيوب. مواطن مصري في مرسى مطروح، في محافظة مرسى مطروح، قال ان الموجات شكلها غريب. تاني فيديو هو شفته على برنامج كواي. مدام او انسة مصرية في محافظة اسكندرية مصورة الكورنيش فيه تشققات وبدأ ينهار، والموجات بيقولوا عالية، فاحذروا مواطنين هناك، ربنا يستر. طبعا أنا عارف مش هتعملوا حاجة، والحكومة عندنا لحد دلوقتي ولا اتحركت ولا طلعت حتى بيان تحذر فيه ولا أي استعدادات. طبعا ده لأن احنا دولة فاسدة وبيحكمنا واحد فاسد ما يهمهوش الشعب يتقتل يموت ويغور في داهية عادي، هو عايزنا ننقص. زي ما بتشوفوه السيسي في كل فيديو يطلع يقول عدد السكاني وعايز يخلص مننا، هو راجل انتقامي وفاجر يعني، متستغربوش. فكل واحد بقى يتصرف بقى، جيبوا لكم عوامات شيلوها في بيوتكم بحيث يمكن تنقذكم. وانا عارف ان محافظة اسكندرية من المحافظات الاكثر انتشارا للفساد والبلطجة، مليانة فساد. بالذات في المباني هناك مبنية غلط، واحتمالات سقوطها بسبب الأمطار يعني كبيرة، ما بالك بقى موجات السونامي العالية لو جت دخلت، احتمال تعمل مع الزلزال، احتمال تحصل كوارث، والله أعلم، فربنا يستر. ولكن أنا دلوقتي شايف الحكومة في مصر دي لو هي حكومة أصلا، ولا طلعوا تحذير للشعب حتى للناس اللي ساكنة هناك، ولا عاملين أي تجهيزات، ولا حتى شوية خيم كده يقفوا بيها في حتة واسعة أمان مثلا، يقولوا للناس لو حصل كذا تنزلوا تروحوا المكان ده، ويعملوا عربيات مثلا بتاعت الجيش مثلا العالية دي تلحق الناس، أو مراكب تكون واقفة في البر بحيث لو غرقت تنقذ الناس، او عربات المطافي او غيره. مع طبعا ما عندهمش، احنا ما عندناش طبعا، هو كل فلوسنا راحت على الجيش والشرطة، تجديد الأقسام بتاعت الشرطة وبناء السجون، وأسلحة جديدة بمليارات للشرطة وأسلحة أجدد منها، وطيارات بمليارات للجيش، وطيارة للباشا، وقصر للهانم، وعاصمة جديدة، ودار أوبرا حديثة غير الدار اللي عندنا مش عاجباهم، راح عمل دار أوبرا بمليارات، ومسارح وملاهي. طبعا ده آخر حاجة فكروا فيها البني آدم، يعني إنقاذ البني آدم. هما عايزين يخلصوا مننا. للأسف أنا ما بحبش أكون استغلالي، إن أنا أستغل موقف وأمسك على ده فرصة، وأقول أنا عارف هيقولوا إن أنا واحد مثلا زي المعارضين اللي بره مثلا بيقولوا عليهم إنهم خونة وإخوان وبيستغلوا المواقف. لا، إحنا مش استغلاليين، إحنا خايفين على البلد اللي اتولدنا فيها إحنا وأجدادنا، إحنا لينا فيها كتير يعني. أجدادنا شاركوا في الحرب وإحنا اتعرض علينا ندخل الجيش ووافقنا وكل حاجة، كل واحد دخل الجيش، فإحنا لينا كتير أكتر من عبد الفتاح اللي هو قبض من عدة دول الخاين ده، ودول بتشغله من بره بالريموت كنترول، فمش همه طبعا. بيقولوا له ما سيبك من الشعب ده، مش عايزنا نبقى دولة متحضرة زي اليابان مثلا اللي كانت بتتعلم مننا زمان 100 سنة. فشوفوا اليابان عملت ايه وازاي، ولا حد بيتعلم، ولا حتى اي دولة عربية او مسلمة فيها نظام زي اليابان مثلا، انقاذ او يعملوا حساب الزلازل او انفجارات نووية، مفيش، احنا سايبيننا كده. فلنا الله، ربنا يسترها مع مصر والمسلمين والعرب في كل دولة من الشعوب المظلومة اللي شافت ويلات من الظلم والاحتلالات والأزمات اقتصادية، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فخدوا بالكم بقى وشوفوا حل يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مواطن مصري.